أهلا بيكم في استكشاف جديد. النهاردة معانا كتاب مهم جدا، عن إزاي نعمل منتجات رقمية الناس مش بس تستخدمها، لا دي تحبها وما تستغناش عنها. بالضبط، بنتكلم عن كتاب استراتيجية تجربة المستخدم أو UX Strategy لجيمي ليفي. الكتاب ده مش بيركز قوي على الشكل النهائي للمنتج قد ما بيركز على العقل والخطة اللي وراه. الخطة اللي وراها. أيوة، إزاي نوصل لمنتج مبتكر بيحل مشكلة حقيقية والسوق فعلا محتاجه وعايزه. تمام. الفكرة مش نعمل تطبيق شكله حلو وخلاص، لا الفكرة نعمل التطبيق الحلو الصح اللي الناس عايزاه بجد. طب للي ممكن يكون مش متخصص قوي، ممكن بسرعة كده إيه تجربة مستخدم دي؟ ببساطة شديدة، تجربة المستخدم أو اليو اكس هي إحساس الشخص وهو بيتعامل مع المنتج بتاعك. يعني هل هو سهل؟ هل ممتع؟ بيوصل لهدفه بسهولة ولا بيتوه؟ الاستراتيجية بقى هي الخطة اللي بتضمن إن الإجابات دي تكون إيجابية. هي الخطة نفسها. وليفي في الكتاب ده بتقدم منهجية واضحة ومعاها أدوات عملية جدا جاهزة للاستخدام. جميل. وده ياخدنا لأول نقطة مهمة. الكتاب بيقسم الاستراتيجية دي لأربع ركائز أساسية، صح كده؟ مظبوط. ليفي بتقول إن الأربع دول عاملين زي أرجل الترابيزة بالظبط. لو رجل واحدة وقعت المنتج كله ممكن يتهز. تمام. أول حاجة، استراتيجية البيزنس. يعني المنتج ده إزاي هيخدم أهداف الشركة، إزاي هيجيب فلوس أو يحقق الهدف منه. منطقي. تانياً، خلق قيمة مبتكرة. وهنا مش بنتكلم عن تحسين وسيط للي موجود، لأ، دي إيجاد حاجة جديدة. زي مثلا Airbnb كده لما خلقت سوق كامل لتأجير البيوت والناس لبعضها، ما كانش موجود بالشكل ده خالص قبلها. فعلا غيروا مفهوم السفر والإقامة. طب والتالتة؟ التالتة هي البحث المعتمد على المستخدمين. يعني مش بنقعد نخمن الناس عايزة إيه، لأ خالص، بننزل ونسألهم ونجرب معاهم ونسمع منهم مباشرة. ده أهم حاجة. نسمع منهم. بالظبط. والرابعة والأخيرة هي تصميم تجربة استخدام تكون قوية وجذابة، اللي بيسموها كيلر يو اكس، اللي تخلي استخدام المنتج مش بس فعال، لأ ده يبقى ممتع في حد ذاته. الأربعة دول لازم يشتغلوا مع بعض. أوكي. الأربع ركائز دول واضحين، بس في نقطة تانية الكتاب بيركز عليها، وهي إن الاستراتيجية دي مش حاجة جامدة بنكتبها مرة وخلاص ونعلقها على الحيطة. حقيقي. ليفي بتنتقد الفكرة دي بشدة. هي بتأكد إن الاستراتيجية لازم تكون مرنة، يعني بتتغير وبتتطور زي الكائن الحي بالظبط. بتتطور مع السوق؟ أكيد، خصوصاً في عالم التكنولوجيا اللي كل يوم فيه جديد. وكمان بتشدد على أهمية دراسة المنافسين، بس مش عشان نقلدهم، لا طبعا. لأ، عشان نفهم السوق كويس ونلاقي الفجوات أو الفرص اللي ممكن ندخل منها. في مثال ظريف في الكتاب عن طلبة كانوا بيدرسوا فكرة يعملوا Airbnb للأفراح. أيوه. اكتشفوا إن الناس أصلاً بتستخدم Airbnb العادي عشان تأجر أماكن يعملوا فيها أسراح صغيرة أو مناسبات. فدي في حد ذاتها معلومة مهمة، ممكن تكون فرصة أو ممكن تكون مؤشر إن السوق ده متشبع بطريقة تانية. فهمتك. طب إزاي بقى نحول الكلام النظري ده لشغل عملي؟ الكتاب بيقدم أدوات معينة؟ الكتاب مليان تقنيات وأدوات مفيدة جدا وعملية. في مثلا الستوري بوردنج أو لوحة القصة. اللي هي زي القصص المصورة كده. بالظبط، بنرسم فيها رحلة المستخدم خطوة بخطوة هو بيستخدم المنتج. ده بيساعدنا نفهم تجربته بعمق ونحس بيها. وفي كمان مفهوم ال MVP. المينيمم فايبل برودكت، المنتج الأولي بأقل الإمكانيات. تمام. وده عشان نختبر الفكرة الأساسية بتاعتنا بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة، بدل ما نبني منتج ضخم وكامل وندفع فيه كتير وفي الآخر نكتشف إنه مش هو ده اللي الناس عايزاه. زي المثال اللي ضربته بتاع شركة تريديا، اللي بدأوا بحاجة بسيطة قوي عشان يشوفوا الناس هتقبل فكرة المقايضة أونلاين دي ولا لأ. هو ده بالظبط. ده غير إنها بتشجع على طرق بحث تكون سريعة ومش مكلفة، زي الجوريلا ريسيرش أو بحث الشارع. بحث الشارع يعني إيه؟ يعني ممكن تنزل أي مكان فيه تجمع ناس ممكن يكونوا من الشريحة بتاعتك، كافيه مثلا، وتسألهم كام سؤال بسرعة عن فكرتك أو عن النموذج الأولي اللي معاك. بتاخد رأيهم وتتحقق من افتراضاتك بسرعة ومن غير ميزانيات بحث ضخمة. الفكرة كلها هي التحقق المستمر. فعلا بالكتاب شكله عملي جدا.
كأنه بيحاول يدينا خريطة طريق عشان نتجنب أكبر غلطة، الكارثة اللي بتحصل كتير للأسف، إننا نبني منتج رائع بس محدش عايزه في الآخر. هو فعلا بيربط كل الخيوط ببعضها، بياخدك من أول ما تكون مجرد فكرة في دماغك، مرورا بفهم البيزنس والسوق والمستخدمين كويس قوي، لحد ما توصل لمنتج الناس فعلا عايزاه ومستعدة تدفع فيه أو تستخدمه باستمرار. والأهم، الأهم إنه بيأكد إن دي عملية مستمرة، مش بتخلص أول ما المنتج ينزل السوق وخلاص، لأ، دي دايرة بتتكرر وبتتطور طول ما المنتج عايش. فعلا بيخلي الواحد يفكر بشكل مختلف في المنتجات اللي بنستخدمها كل يوم، ونفهم الليه ورا نجاح ده وفشل ده. الكتاب ده يعتبر دليل ممتاز ومهم لأي حد بيبني أو بيطور منتج رقمي، سواء رواد أعمال، مصممين، مطورين، حتى بتوع البيزنس والتسويق. بدون أي شك، هو إضافة قوية ومهمة لمكتبة أي حد شغال في المجال ده، وبيساعدك تبني حاجات الناس فعلا محتاجاها وفعلا تحب تستخدمها. تمام جدا. دي كانت لمحة سريعة يعني عن الأفكار الرئيسية في كتاب UX Strategy لجيمي ليفي. كلام ممتع ومفيد جدا الحقيقة. فعلا كتاب قيم. بنتمنى تكون الجولة دي فتحت لكم شوية أفكار وشغلت تفكيركم، وانتظرونا الأسبوع الجاي مع استكشاف جديد وكتاب جديد. نشوفكم على خير.